السلام عليكم. أنا مختار خاتم الرشيدي. نشرت مقطع قبل كذا أطالب فيه بطاقة أحوال مدنية، ولا جاني أي رد لحد الآن. وما زالت معاملتي في وكالة الأحوال المدنية لها تقريبا 10 سنوات وأنا راجعها. أنا ناشد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأناشد ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسعادة معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبد الوهاب، بأن ينظروا لي في حل مشكلة بطاقتي الأحوال المدنية. أنا مواطن سعودي وعمري 30 سنة، وانحرمت من بطاقتي الأحوال المدنية، وانحرمت من جميع مصالحي. لا تقبلني دراسة، ولا تقبلني وظيفة، ولا أقدر أتزوج، وحتى انحرمت من الفريضة اللي فرضها الله علي اللي هي الحج والعمرة. ما أقدر أروح أؤدي الفريضة هذه لأني أعتبر مخالف. وأرجو من الله ثم منكم المساعدة، وأطلب من الله سبحانه وتعالى من نشر المقطع هذا أن الله يوفقه وييسر له أموره، ويبعد عنا كل هم وغم بالدنيا وبالآخرة. وترى أمانة مع كل واحد يشوف المقطع هذا أنه اللي ينشره. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.